الهوية الوطنية السورية نقصد بها الهوية الأخلاقية دون إقصاء أي طرف وخاصة المرأة. تاريخيا لم تكن لسوريا هوية وطنية منذ تأسيسها كدولة في أوائل القرن العشرين، إذ فرضت الهوية بصورة مصطنعة من الخارج وتلقفتها التيارات القوموية النخبوية الضيقة على النسيج الاجتماعي المتنوع. فعليا منذ 100 عام والهوية السورية تعاني من الاغتراب البنيوي الذي أصبح امتدادا للاغتراب الذي تعاني منه المرأة منذ هيمنة الذهنية السلطوية. لم تعالج هذه القضية محوريا، وكان النقاش حول أزمة الهوية في الشأن العام من المحرمات في الحياة الثقافية والسياسية، في حين شكلت الهوية الجهادية الإسلاموية المتطرفة عنصر استقطاب ما فوق الإطار الوطني، وفشلت العلمانية الليبرالية في تنظيم نفسها تحت سقف مبادئ الهوية الوطنية. اليوم حنتكلم عن دور المرأة في المجتمع. طبعا المرأة لها دور كبير جدا في المجتمع لأنها هي أساس المجتمع، ومن ضمن العقد العالمي للمرأة وحتى مؤتمر بكين عام 1996 ازداد الاهتمام بقضايا المرأة وقضية التمكين أيضا للمرأة وإتاحة الفرص لها لممارسة دورها بفاعلية مثلها مثل أخوها الرجل، وذلك من خلال إقامة مؤتمرات توعية وندوات وإرشادات وفعاليات كثيرة جدا، يعني بكافة أشكالها وأنواعها، إلى أهمية تمكين المرأة وإعطائها الحق الكامل بالعمل في كافة الميادين. طبعا احنا اليوم بنتكلم على هذه الأشياء لما يحدث الآن في الساحة العربية بالذات، يعني للمرأة، الحروب والانتهاكات التي وردت، يعني أفقدت المرأة كثير جدا من حقوقها التي يعني كافحنا النساء لأخذ هذه الحقوق في أثناء السن. وهناك قوانين كثيرة جدا في القانون الدولي الإنساني أو في القانون الدولي العام ينص على إعطاء المرأة حقوقها أثناء السلم والحرب، ولا نستخدمها كوسيلة فقط للفائدة أثناء الانتهاكات أو أثناء الحرب وأثناء السلم تضع جانبا. طبعا المرأة لها دور كبير جدا في المجال السياسي على مستوى عالمي ومحلي، يعني حظت النساء بفرص يعني محدودة في القيادة والمساهمة في العملية السياسية. تعتبر لغة عالمية وأساسية ومن اللغات التي لها جذور على مستوى العالم عامة، مكونات العالم العربي خاصة، لغة الثقافة والتواصل. فما رأيكم فيها من خلال تجربتكم في نظام الإدارة الذاتية؟ وهل كانت اللغة العربية الأساسية هي لغة التعليم في المدارس خاصة عند الوافدين والموجودين في أحياء ومدارس الإدارة الذاتية؟ مع رؤيتنا وإصرارنا كانت كسيدات ممكن أن ندافع كبداية، ولكن في النهاية ممكن أن نضيف أنه يجب أن يكون هناك تنوع في اللغات والحفاظ على تعددية اللغات، والنساء السوريات عليهم الحفاظ على تنوع اللغات وتعددية اللغات. يعني الهوية الوطنية بدك تقبل الآخر وتحترم معتقداته الدينية ولغته وتسمح له حتى لغة إضافية. نحن عم نقول لغة عربية أوكي، بس بدل ما تدرسوا إنجليش درسوا كردي، مع اللغة العربية درسوا كردي، هو شخص كردي ليش ما يدرسها؟ هيك الصح. الأمر الآخر دائما في سلطة هي متحكمة، الأشخاص الأقليات ما عم يكون لهم بصمة بالقرارات المفهوم نهائيا، وما عم يوصل حدا من ال 15% يكون له صوت يحكي في برا، وإذا طلع صوت لأي شخص وعطى رأي مخالف يختفي على وجه الأرض، ما عاد حدا بيشوفه. 40-50 سنة تنظير، احنا بدنا شيء على أرض الواقع. لما أنا بدي أحدث تغيير في المجتمع، أنا بدي أحدث تغيير بواقع المرأة البائس. يعني احنا واقعنا بائس، قبل وبعد.
يعني صحيح نحن في نساء وصلوا لمراتب عاليه جدا، بس لا زال هناك نساء بالحضيض. هدول النساء بالحضيض هن ما عندهم اي درجه من درجات العلم والمعرفه، انهم خرجوا ناس تحولوا الى شذاذ افاق، يعني ما بدنا نقول قتله يعني، وصفوا بعضهم، صفوا اهلهم، صفوا اخواتهم، صفوا ناس من طوائف اخرى. فالمراه اللي بتقدر تبني اللي بتكون المجتمع الحقيقي هي المراه اللي بتقدر ان احنا نرفدها بالثقافه والعلم. اول شيء نحن بدنا نركز على ثقافه المراه، نخلصها من الجهل والتخلف، ان هي رح تبني الجيل اللي رح يعمر سوريا.